من داخل مؤتمر اتحاد النقابات قابلنا الاستاذ اشرف عيسى امين نقابه مينا دبي، صح كده؟ تمام. ماذا بعد؟ احنا لغايه دلوقتي المينا مقفوله، تمام، وما زال الاضراب مستمر بسبب فصل الموظفين، الفصل التعسفي اللي صدر من اداره مواني دبي. والمطلب الاول حاليا لتشغيل الميناء مره اخرى هو عوده الثمانيه المفصولين، ده نمره واحد. احنا ما بنتكلمش على مطالب، ما بنتكلمش على اتفاقيه دلوقتي، احنا كل اللي بنتكلم فيه الفصل التعسفي اللي النهارده. هو ده كان مخطط انه يفصل الثمانيه عشان يلهي عمال المينا او يحول المسار على مطالبهم؟ تمام يا فندم. هو حاجتين، اول حاجه ان هو يلهينا كنقابه وكعمال عن مطالبنا الاساسيه اللي احنا بنطالب بيها، ويدخلنا في دوامه ثانيه وهي دوامه الفصل التعسفي. وهو ما كانش فاهم ان احنا ممكن نقف او ممكن نعمل اضراب بسبب موضوع الفصل التعسفي دوت. لكن احنا في الاول وفي الاخر اهم حاجه عندنا فصل العامل، ما ينفعش نمره واحد العامل، ما ينفعش فصل العامل. النهارده احنا بعد الثوره بنقول ان احنا عايزين حكومه قويه، عايزين حد يدافع عن حق العمال معانا. النهارده العامل بقى قوه ضاربه، وصوته بقى قوه ضاربه. احنا زمان ما كانش العامل بيقدر يطالب بحقه لان كان في جهات متعنته للعمال، اما الان احنا بعد الثوره بقى في حريه، والمفروض ان الدوله نفسها كمان القوانين تتغير، والقوانين الحاليه المفروض ان يبقى فيه مطالبه بيها بقوه اكتر من كده. سؤال يراودنا ليه، سامحني في التعبير، لماذا هؤلاء الذين تم فصلهم؟ تمام، هم مش هؤلاء بس يا فندم، انا لسه بقول لحضرتك المخطط الاولاني ان هو يلهينا عن مطالبنا، المخطط الثاني ان هو اللي عرفناه من مصادرنا ان هو معاه لسته فيها 120 او 150 عامل، تمام، بيخطط لفصلهم. وهو بدأ بالثمانيه، هم مش 8 بس، هم لسه في عدد كبير تاني. فهو لو نجح النهارده وفصل الثمانيه وما كانش في رد فعل من العمال، تمام، هيبدأ ينفذ بقيه المخطط بتاعه، وكل يوم هنلاقيه بيفصل مجموعه ثانيه. ان شاء الله نتمنى لكم ان تتخطوا تلك الازمه، ونحن جميعا سويسة ومصريين معاكم بقلوبنا، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا يا استاذ. استاذ سعود عمر، النهارده كان اجتماع لجنه النقابات العماليه، صح؟ النهارده كان في مؤتمر تضامني، الاصل فيه التضامن مع زملائنا عمال السخنه المفصولين، عمال مواني دبي المفصولين. ايضا كان مؤتمر معني في الاساس بالدفاع عن الحريات النقابيه، بالمطالبه بتعديل التشريعات الناظمه لعلاقات العمل في مصر، قانون 12 سنه 2003، ايضا قانون 159 سنه 81 الخاص بالشركات المساهمه، وقانون 8 سنه 1997، وكل ما له علاقه بعلاقات العمل لكي نصل الى علاقات عمل عادله متوافقه مع المعاهدات والمواثيق الدوليه. المؤتمر اللي حضروا عدد من العمال من 17 موقع عمالي، بنأكد فيه على رفضنا التام لفصل العمال، كل اشكال الفصل والتشريد والانتقام. بنأكد على ان العمال لن يتوقفوا لحظه عن المطالبه بعلاقات عمل عادله مستقره ومستمره. بنأكد على اننا لن نتنازل باي حال من الاحوال عن حق زملائنا، عن حق اولادنا في انه ينعموا بحياه كريمه. خلاصه المؤتمر، لا اعتقد انه كل الزملاء اللي كانوا موجودين بيأكدوا على انه الجسد العمالي جسد واحد، انه لن نقبل باي حال من الاحوال ان يحدث انتهاك او اهدار لحق من حقوق عامل من العمال في اي موقع من مواقع العمل في السويس. احنا بنوجه رساله للسيد رئيس الجمهوريه، للسيد وزير القوى العامله، للسيد هشام أنديل رئيس الوزراء، بنقول لهم ببساطه الامر بيد الدوله المصريه. اذا ما كانت مهمومه بهموم الشعب المصري، اذا ما كانت مهمومه بهموم فقرائه عماله وفلاحيه، عليها ان تتدخل وبقوه لكي تعيد الامور الى نصابها، لكي تعيد العمال الى مواقعهم العماليه مره اخرى، وهي تملك. هو وانا جاي دلوقتي في سؤال راودني كده اهوت بخصوص الثمانيه المفصولين. انا ما اعرفش، انا خليني اضيف لك انه الثمانيه اضيف اليهم 4، لسه في 4 تاني دلوقتي. هو بين 12. هل هي مؤامره من مينا دبي بحيث ان الناس والعمال وكل العاملين بمينا دبي يسيبوا
طلباتهم اللي كانوا بيطالبوا بيها ويشتغلوا بزمايلهم المفصولين، ولا في ايه سر؟ يعني تعلمنا في التفاوض العمالي ان يعني احد الحيل التي تستخدمها الاداره احيانا لنقل العمال من ملف الى ملف اخر ان تحدث اي حاله من حالات خلق اي قضيه فرعيه لكي يترك العمال الملف الرئيسي، وهو في هذه الحاله حقوقهم في الارباح، حقهم في عمل هيكله اداريه ومعالجه الرسوب الوظيفي، حقهم في نظام حوافز عادل، حقهم في وسائل سير مريحه تتناسب مع طبيعه اعمالهم، وينتقل الى ملف اخر وهو ملف اعاده العمال المفصولين. لن نترك حق العمال في العوده، ولن نترك حق العمال في الحصول على حصتهم العادله وفقا للقانون في الارباح، ولن نترك حقهم في الحصول على هيكله اداريه ومعالجه الرسوب الوظيفي. كل مطالب العمال الوارده في اتفاقيه العمل الموقعه بين العمال وبين اصحاب العمل في شركه مواني دبي احنا متمسكين بيها ومتمسكين قبل هذا وذاك باعاده العمال الى موقعهم العمالي. هل تتوقع ان تترك الدوله العامل المصري لعبه ومصيره يكون في ايديهم؟ واقع الامر بيقول ان الدوله المصريه حتى هذه اللحظه تحولت الى اشارجي لا تمارس اي دور ذو صاحب فاعليه في مواجهه استبداد واستغلال وتعسف رجال الاعمال في مواجهه العمال المصريين. بالمناسبه رجال الاعمال المصريين والاجانب على السواء. هل هذه ستكون النهايه للعب بمصير العماله المصريه، ولا هتكون البدايه بتشريد العماله المصريه؟ نحن وليعلم الجميع، أقولها واضحة وصريحة، نحن نرفض ولن نقبل، وسيستمر التصعيد العمالي. مؤتمر اليوم لم يكن إلا بداية في مشوار طويل قطعناه على أنفسنا. لن نقبل بأقل من أن يعود العمال إلى مواقعهم العمالية مرة أخرى، لن نقبل بأقل من أن يتم تنفيذ اتفاقيات العمل الموقعة بين العمال وأصحاب العمل. لن نقبل إلا بتعديل للتشريعات النظيمة لعلاقات العمل لتكون أكثر عدلا. أستاذ سعود، القصة دلوقتي ما بقتش مثلا متوقفة أو واقفة في ميناء دبي. رأينا بعض الأصدقاء لدينا عمال مفصولين في شركة سيراميكا كيلوباترا، لدينا عمال مفصولين في شركة السويس للصلب، لدينا عمال مفصولين في شركة بلازا للملابس، لدينا عمال مفصولين في شركة إيفوكو، لدينا عمال مفصولين قيادات عمالية. كل هذه المواقع قامت بفصل قيادات عمالية، إما أنها شاركت في اتفاقات مفاوضة جماعية، إما أنها في النقابات، إما أنها مندوبين نقابيين. أيضا لدينا عمال مفصولين في شركة إيفوكو أو كشف الفساد. لدينا عمال مفصولين في كثير من المواقع العمالية. لن نقبل بأي الأحوال أن يظل الأمر كما هو عليه. إما أن تتدخل الدولة المصرية وتؤكد أنها دولة تدافع عن حقوق فقرائها وعمالها وفلاحيها في مواجهة أصحاب الأعمال، أو أنها عليها أن تتنحى. نتمنى أن يعامل العامل المصري كما يعامل العامل الأجنبي أو العامل الأمريكي، مش هنقول أكتر من كده. وبإذن الله ربنا يوفقكم، كلنا معاكم. شكرا.